دي يا سيدي جماهير النادي الاهلي في ماتش فاركو، ودي جماهير نادي الزمالك في ماتش المقاولين. ما سالتش نفسك كمشجع ليه جماهير نادي الزمالك اكتر من جماهير النادي الاهلي؟ بسيطه، جماهير النادي الاهلي بيتقفل عليها ميعاد الحجز علشان خاطر ما يلحقش يخلص العدد المسموح بيه. جماهير نادي الزمالك الموضوع بيبقى فري لحد ما التذاكر تخلص. وعايز اقول لك اللي في ناس بتخش قسما بالله بدون تذاكر. يا راجل ادوات التشجيع، الاعلام اللي بيخشوا بيها دي، شوف الاعلام بتبقى عامله ازاي. الاعلام دي بتبقى متركبه بشوم، ممنوعه امنيا، غير الطبول ده، غير الازايز الميه. هناك الناحيه الثانيه مفيش الكلام ده، ما تلاقيش مشجع اهلاوي في ايده علم ولا طبله، ممنوع. ممنوع. من الواضح كده ان الزمالك فيه تعليمات صارمه ان لازم يتساند من الاعلام ومن الجماهير ومن الحكام ومن المنظومه كلها، بدليل ان البنا ما بينه وما بين دونجا المفروض ياخد الانذار الثاني يا راجل، وعمل من بنها في الدقيقه كام 67 المفروض ياخد طرد، ما رضيش يطرده. تخيل. الزمالك يا راجل من بدايه الموسم كده، من قبل بدايه الموسم، صرف بس على الغرامات 8.5 مليون دولار، وجايب صفقات ب 395 مليون جنيه. تقدر تقول لي منين وهو ما دخلش خزنته غير مليون ونص دولار؟ بس هي كلمه ان بيراميدز خد مكان الزمالك، الكلمه دي وجعهم قوي. فلازم الزمالك السنه دي ياخد مركز، يا اما ياخد الدوري ويخش دوري ابطال افريقيا، والايام هتثبت لك كلامي. عرفت مين الننوس ومين اللي بيتساعد ومين اللي بيدعم من الدوله؟ ابعتها له عشان معمول له. سلام.